شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. المصحات الخاصة. مجلس المنافسة يصدر رأيها حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية. أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمملكة. وجاء في التقديم العام لهذا الرأي أنه بواسطة قراره عدد 18/2022 المؤرخ في 14 من مارس 2022، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأي بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022. وأشار إلى أنه، وعلى سبيل التذكير، عمل المغرب على مدى العقود الماضية على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية راميد سنة 2012. وأبرز المصدر ذاته أن مجلس المنافسة يقترح في هذا الصدد دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لا سيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة، وانطلاقا من التشخيص المنجز والإكراهات التنافسية المرصودة. اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها بشكل يمكن هذا القطاع من الاطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي. وفي إطار التحقيق في هذا الرأي، كلف مجلس المنافسة مكتب دراسات من أجل إجراء بحث ميداني شمل عينة مكونة من 30 مصحة خاصة و10 مؤسسات مماثلة موزعة في مجموع التراب الوطني. وأشار مجلس المنافسة إلى أنه وبالموازاة وعلاوة على دراسة للوثائق المتاحة، انعقدت جلسات للاستماع لأطراف معنية. انظر هنا لقراءة الخبر من مصدره.